اهلا بيكم في حلقة جديدة، والنهاردة المراجعة النهائية قبل مباراة مصر وجنوب افريقيا في بطولة افريقيا المقامة حاليا بالمغرب. بس لو اول مرة تتفرج على اي حاجة لينا، اتمنى من حضرتك تعمل سبسكرايب، تعمل لايك لو الكونتنت عجبك، وكومنت طبعا حتى لو حاجة سلبية، اضاءة، كاميرا، مايك، الكونتنت نفسه في مشكلة، اكيد نحب نسمع رأيك. فيلا بينا نبدأ المراجعة النهائية قبل المباراة. الحلقة هتتقسم على 5 أجزاء. الجزء الأول هنتكلم على تاريخ مواجهتنا مع جنوب أفريقيا. الجزء الثاني هنتكلم على مدرب جنوب أفريقيا لأن هو ليه سابقة معانا إحنا كلنا عارفينها. الجزء الثالث هنتكلم على خطة لعب منتخب جنوب أفريقيا. الجزء الرابع على خطة لعبنا إحنا وإزاي نواجه منتخب جنوب أفريقيا. وآخر حاجة يا صديقي العزيز هي التوقع. توقع نتيجة المباراة وتوقع التشكيلة هيلعب بيها كابتن حسام حسن في المباراة. تاريخ مواجهتنا مع جنوب افريقيا الحقيقه هو مش مبشر خالص، لان احنا واجهنا منتخب جنوب افريقيا 14 مواجهه سابقه في جميع المسابقات. جنوب افريقيا قدرت تفوز في 8 مواجهات، واحنا كسبنا 4 مواجهات فقط وتعادلنا في مواجهتين. فيعني التاريخ مش في صالحنا قوي. الجزء الثاني وهو الكلام على مدرب جنوب افريقيا. مدرب جنوب افريقيا هو البلجيكي المخضرم هوجو. البلجيكي المخضرم هوجو بقاله مع منتخب جنوب افريقيا 4 سنين متتالية. خاض معاهم 50 مباراة، قدر يفوز في 27 مباراة وتعادل في 16 وخسر في 7 مباريات بس. المعلومة بقى اللي انا وانت عارفينها ان البلجيكي المخضرم ده كان مدرب كاميرون في 2017. البطولة اللي الكاميرون كسبتنا فيها في الفاينل 2-1 بعد ما كنا متقدمين بهدف لمحمد النني، وخسارة درامية طبعا. فاكر طبعا دموع تريزيجيه، يعني اتمنى ما اشوفهاش بكره. خليني اقول لك ان رغم ان المدرب ده كبير جدا في السن، تقريبا في نص السبعينات يعني، الا ان هو شخصيته قويه جدا. والمشاهد اللي بتقول ان شخصيته قويه هو اللي عمله في 2017 مع الكاميرون، لما كتير من لعيبه الكاميرون ما كانش عايزه تيجي معسكر افريقيا. في تصريح شهير ليه قبل البطوله قال ان احنا قادرون على الفوز ببطوله افريقيا حتى في غياب كل نجوم اللي رفضت تنضم للقائمة. من ضمنهم كان اونانا وكان ماتيب. يعني لو اعتبرنا اونانا يعني نجم. نخش بقى على الجزء الثالث. الجزء ده هيتضمن الاول قائمة منتخب جنوب افريقيا. هنمشي كده على اسامي واحد واحد ونشوف الاسامي المميزة. والجزء الثاني هو على خطة لعب منتخب جنوب افريقيا والمميزين فيه. فيلا بينا. اولا يا صديقي العزيز، خليني اقول لك ان قائمه ال 28 لاعب بتاع منتخب جنوب افريقيا منهم 15 لاعب فقط من اورلاندو بايرتس سان داونز. يعني اكتر من 50% من القائمه اصلا محليه، وده مؤشر ايجابي وسلبي في نفس الوقت. يعني من الاسامي اللي انا وانت اكيد عارفينهم من متابعتنا لدوري الابطال، بتتكلم في موديبا الباك ليفت، في موداو الرايت باك، مكوينة نص الملعب اللي اي شوطه كان بيشوط على محمد الشناوي كانت بتدخل. اتمنى نتلاشى ده بكره، او لو محمد الشناوي هيفضل مهزوز زي ما هو ممكن ندي فرصه لمصطفى شوبير، احمد الشناوي، او حتى محمد صبحي. ممكن نتكلم كمان في لاعب اورلاندو بايرتس الليفت وينج اللي هو ابولوس ده اللي هو سجل الهدف الاول في المباراه اللي فاتت قدام انجولا. في نكوتا حاليا بيلعب في الاتفاق السعودي، ده برضو مميز جدا، وكان السنه اللي فاتت اصلا في اورلاندو بايرتس. احد اللعيبه كمان المميزه موبوكازي اللي هو القلب الدفاع اللي عنده 20 سنه، بيلعب برجليه الشمال. بالمناسبه يعني اللاعب ده لما كان في اورلاندو بايرتس وقت ما ريبيرو كان موجود، بعدها الاهلي تعاقد مع ريبيرو كان من الاسماء اللي بيرشحها للتعاقد. كان قلب الدفاع ده هو مميز جدا، من الاسامي المميزه جدا، وكانوا مميزين جدا في فتره ريبيرو مع اورلاندو بايرتس. ما موفوكينج طبعا، وماجوبا، وموريمي. نسينا طبعا واحد من اهم اللعيبه في سان داونز وهو حارس المرمى ويليامز من سنتين كان فاز بافضل لاعب داخل القاره على حساب حسين الشحات واحمد سيد زيزو. بعد ما اتفرجنا على الجولة الأولى ماتش أنجولا وجنوب أفريقيا، خلينا نتكلم في بعض التفاصيل اللي ظهرت في المباراة. خليني أقول لك إن هو مميز جدا في الطلوع بالكرة، بالذات عن طريق قلبين الدفاع. قلب الدفاع الأولاني اللي اتكلمنا عليه لاعب أورلاندو بايرتس خلاص. قلب الدفاع اللي بيلعب جنبه اللي هو نيجازانا ده بيلعب في استواء بوخارست. ميزة طبعا إن هو طويل جدا، والميزة التانية إن هو بيطلع بالكرة كويس. كمان بيقدروا يطلعوا على الباكين مداو وموديبا. ومن الاخر يعني الاربعه دول مهما كانوا تحت ضغط
ما بيخافوش، بيستنوا وبيطلعوا بالكرة بمنتهى السهولة، يعني ما بيطوحوش الكرة، ما بيشتتوش وخلاص. تاني ميزة لمنتخب جنوب افريقيا وهي ارسال العرضيات. انت عندك مكانتين حرفيا، الباك رايت والباك ليفت بيلعبوا كمية كروسات غير طبيعية، وكواليتي العرضيات مميزين فيها جدا. تالت ميزة لمنتخب جنوب افريقيا وهي اللي لازم ناخد بالنا منها، وهي التصويب من خارج منطقة الجزاء. واميز لاعب في الموضوع ده مكوينا. شفنا مكوينا مع سان داونز وكميه الصواريخ اللي بيضربها من بره منطقه الجزاء، واحنا كاهلاويه عانينا اصلا من الموضوع ده. من اهم مميزات جنوب افريقيا، ودي اللي هتاخدنا للجزء الرابع عشان نتكلم عن تشكيلتنا، الا وهي التحولات. منتخب جنوب افريقيا مميز جدا في التحولات. يعني حضرتك لو ضغطت عليه او انت مثلا دخل فيك هدف وبقى معاك الكوره مستحوذ وانت محتاج تعوض بتعادل، لو ده سيناريو حصل وطلعت بكل فرقتك قدام، اقول لك بدون اي شك انه يقدر يلسعنا بجون وتاني وتالت ورابع، لان هو سرعتهم في التحولات قويه جدا، كمان كفاءتهم البدنيه قويه جدا. اخر جزء في النقطه دي وهو التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب افريقيا. التشكيل المتوقع لمنتخب جنوب افريقيا مش هيبقى فيه تغييرات عن ماتش انجولا، ده اعتقادي يعني. هو هيبدا بويليامز حارس المرمى، زي ما قلنا حارس مميز جدا. قلبين الدفاع موباكازي لاعب اورلاندو بايرتس اللي قلنا عليه اللي هو عنده 20 سنه، وجنبيه نيجازانا قلب الدفاع بتاع ستيوا بيخارست. الباك رايت موداو، الباك ليفت موديبا. نيجي بقى لنص الملعب، مكونة كده كده اساسي، جنبيه لاعب اسمه سيت هول. سيت هول بيلعب في نادي في البرتغال، برضه من اللعيبه المميزه جدا. نيجي بقى للجانب الهجومي. الجانب الهجومي هيكون مكون من 4 لعيبه. صانع العاب موبولو، جنبيه نيكوتا لاعب الاتفاق السعودي، والناحيه الثانيه الوينج ابولوس لاعب اورلاندو بايرتس، ومهاجم صريح للفاستر. الفاستر لاعب بيرلي، طبعا شباب الفانتزي عارفاه، كان سجل السنه دي في مانشستر يونايتد ومن اللعيبه المميزه جدا، وكان صاحب هدف الفوز قدام انجولا في المباراه السابقه. قبل ما ننتقل للجزء الرابع وهي خطه لعب منتخبنا الوطني، خليني اقول لك نقطه صغيره جدا. اي مباراه لعبها النادي الاهلي امام صن داونز على مدار ال5 6 سنين اللي فاتوا، وكان النادي الاهلي بياخد الكوره ويستحوذ وصن داونز هو اللي يستنى ويستقبله، كل المباريات اللي من النوع ده الاهلي خسرها بالكامل. ليه؟ لان التحولات بتاعتهم مرعبه. ولكن اي مباراه النادي الاهلي وخصوصا المباريات اللي كانت خارج ارضه في جنوب افريقيا، الاهلي كان بيبقى مأمن دفاعه بثلاثه او بنص الملعب اللي بينزل بين قلبين الدفاع، وبيستنى وبيستقبل لعب من سواء اورلاندو بايرتس او سان داونز، وهم اللي بيجوا عليك بالهجمه، وانت اللي بتطلع بالتحولات، كنت يا اما بتطلع بنتيجه ايجابيه تعادل او حتى فوز. افكرك بالماتشات، اول مباراه كانت مباراه فايلر بعد الخماسيه اللي هي كانت في 2019. فايلر راح لاعب نسخه قويه جدا من سان داونز قدام موسيماني الساعه 3 العصر، الاهلي تلعب الماتش ده 1-1، وكان قادر في اخر 10 دقائق ان هو يكسب المباراه. ليه؟ لان فايلر قدر ان الفرقه دي قويه جدا هجوميا، وان لعيبه جنوب افريقيا اقوياء جدا هجوميا، ولكنهم بيزهقوا. يعني بيجي لك في الدقيقه 70 75 لو انت واقف مقفل وهو ما يعملش عليك اي هجمات، يبدا يتوتر، يبدا يزيد في الهجوم، فيبدا يغلط ويقل بدنيا. ولو نفتكر برضو السنه اللي فاتت جدي كولر ربنا يديله الصحه وطولة العمر، لما راح لعب في مباراه الذهاب في جنوب افريقيا قدام سان داونز، المباراه اللي احنا سجلنا فيها هدف لبن شرقي واتلغى وكره جراديشار في العارضه، الاهلي في مباراه الذهاب في جنوب افريقيا لعب احسن بكتير بمباراه العوده. ليه؟ لان في مباراه الذهاب وقف واستنى سان داونز. نفس الكلام عملوا بيراميدز السنه اللي فاتت قدام سان داونز، في مباراه الذهاب في سان داونز قدر يطلع ب1-1 لانه برضه استنى واستقبل لعب. وفي نص النهائي بيراميدز كان بيواجه اورلاندو بايرتس برضه في جنوب افريقيا، عمل ماتش روعه واتلغى له جونين منهم هدف صحيح، لانه برضه صبر واستنى ما اندفعش وهاجم بكل خطوط. نيجي بقى للجزء الرابع، احنا هنلاعب المنتخب ده ازاي؟ خليني اقول لك يا صديقي العزيز ان مباراه منتخب مصر وجنوب افريقيا هي عنق الزجاجه لمنتخبنا الوطني. من الاخر المباراه دي يا توديك في حته تخليك تطول مشوارك في البطوله، يا من الاخر بتقلل فرصك ان انت توصل النهائي. ليه بقى؟ لان فوزك بالمباراه دي او طلوعك بنتيجه كويسه في المباراه دي معناها صعودك اول. صعودك اول ده يعني انت هتبعد عن المغرب وهتبعد عن كوت ديفوار وتبعد عن السنغال وكل الفرق القويه دي. انما خسارتك مباراه بكره وصعودك تاني او حتى تالت سيناريوهات سيئه. يعني تاهل حضرتك مركز اول هيخليك تواجه
افضل مركز ثالث بالمجموعه الاولى والثالثه والرابعه. يعني من الاخر يا هتلاعب زامبيا، يا هتلاعب اوغندا، يا هتلاعب مثلا بنين او بوتسوانا، ده لو صعدت اول. اما بقى لو لا قدر الله خسرت بكره ولا قدر الله صعدت تاني من المجموعه دي، خليني اقول لك ان انت هتواجه وصيف المجموعه السادسه. طب مين بقى في المجموعه السادسه؟ الكاميرون، كوت ديفوار، الجابون، موزمبيق. يعني بنسبه كبيره هتلبس يا في كاميرون يا في كوت ديفوار، ده لو صعدت تاني. اسوأ بقى لو صعدت تالت. خليني اقول لك يا صديقي العزيز، لو حضرتك صعدت التالت فانت هتلاعب متصدر المجموعه الثالثه او متصدر المجموعه الرابعه. متصدر المجموعه الثالثه بنسبه كبيره هي تونس يا نيجيريا، يعني انت من صباح الفل في دور 16 هتلبس واحد من المنتخبين دول. طيب لو خدت متصدر المجموعه الرابعه بنسبه كبيره هيبقى منتخب السنغال. فصعودك ثالث او ثاني معناها ان انت هتروح من دور 16. انما لو صعدت مركز اول من المجموعه دي، اضمن لك ان احنا اقل حاجه نوصل سيمي فاينل. من الاخر بنطول مشوارنا في البطوله. فمباراه جنوب افريقيا دي عنق زجاجه. الجزء الرابع بقى هنتكلم عن خطه لعب منتخبنا اللي لازم يواجه بيها بكره جنوب افريقيا. بس قبل ما اتكلم على اسامي انا هتكلم على الخطه بشكل عام. بص يا صديقي، فكره ان حضرتك هتلعب بوينجين سواء تريزيجيه او صلاح، الاثنين مش هيأدوا مهامهم الدفاعيه، احنا هنتبهدل هنتبهدل هنتبهدل. فعشان نتلاشى ده انت محتاج خطة لعب بتأمن لك ان هاني ومحمد حمدي او حتى فتوح لو لعب لان حمدي مصاب، ان يبقى في حد بيرجع معاهم. وبما ان صلاح او مرموش او حتى تريزيجيه الثلاثة مهامهم الدفاعية ضعيفة جدا، فانا برجح ان احنا نلعب 4-3-3. ده من ناحية خطة اللعب او التشكيلة. اسلوب بقى اللعب نفسه، انت في حاجه الى الانتظار وتسيب الكوره لمنتخب جنوب افريقيا اللي بيحب الاستحواذ يخليها معاه زي ما هو عايز، وانت تلعب على التحولات بتاعه مرموش وصلاح ومصطفى محمد. ده الاسم اللي انا ما لقيتوش في كل تشكيلات الناس على السوشيال ميديا. مصطفى محمد في مباراه زي دي لو مش مصاب لازم يبدا المباراه دي، لان هو مهاجم اللي هو تسعه، اللي هو الرخم، اللي هو مش هيسيب قلوب الدفاع تطلع بسهوله بالكوره، اللي هو هيعمل ضغط، اللي هو هيرهقهم. انما بدايه مرموش كمهاجم هتحرقه بدنيا، واجواء مختلفه شويه وطبيعه لعب مختلفه شويه عنه، فهتحرقه في البدري. فلو هنبدا تشكيله من اللي انا اتمناها، اتمنى طبعا مصطفى شوبير بس انا عارف ان الشناوي هيلعب. باك رايت محمد هاني، اتنين قلوب دفاع ياسر وحسام عبد المجيد. مش رامي ربيعه، مش تقليل من رامي ربيعه خالص، ولكن لانه ياسر وحسام عبد المجيد تحت الضغط وفي ناس بتدافع معاهم هيبقى شكلهم كويس، هيبقى شكلهم كويس جدا. وكمان لان واحده من نقط ضعف منتخب جنوب افريقيا هي العرضيات او الكورنرات او الكرات الثابته. فاي كورنر او كره ثابته في تقدم ياسر ابراهيم المميز جدا بضربات الراس وحسام عبد المجيد المميز جدا بضربات الراس، ممكن نخطف واحده ونقعد عليها بقى طول الماتش نايمين. باك ليفت محمد حمدي او احمد فتوح. انا بالنسبه لي يعني طبعا حمدي افضل من الناحيه الدفاعيه، ولكن لو هو مش جاهز مليون في الميه ففتوح يقدر يلعب ده. نيجي بقى للمعضله، نص الملعب. اتمنى حاجه والتوقع حاجه. تمني العب بثلاثه، يعني العب بحمدي ومروان ومهند لاشين. لان انا شفت تقارير قبل نهايه مران المنتخب من شويه ان كابتن حسام حسن بيفكر يلعب 3-4-3. خليني اقول لك ميزه التشكيله اللي انا بقولها ايه. الاربعه اللي ورا كده كده ثابتين، احنا مش هنتكلم فيهم. الثلاثه بتوع نص الملعب حمدي ومروان ومهند لاشين، انا شفت سان داونز بنفس فكره اللعب الجنوب الافريقي ده قدام فايلر بيعاني لما الاهلي لعب محمود متولي ثالث جنب قلبين الدفاع او حتى لو قدامه. فانت تبدا باربعه اتنين اللي هو ياسر وحسام وقدامهم حمدي فتحي ومهند بيغطي ناحيه اليمين، او مهند بيغطي ناحيه اليمين ومروان بيغطي ناحيه الشمال. فانت بتضمن ان صلاح وتريزيجيه ما يعانوش في الرجوع. خليني اقول لك يا صديقي ميزه الخطه اللي بقول لحضرتك عليها ايه. 4-3-3. ثلاثه بتوع نص الملعب حمدي فتحي، مروان عطيه، مهند لاشين. بضمن لك ان كل كور التانيه هتبقى بتاعتنا. انما هتلعب باتنين ستة بس في مباراة زي دي قدام فرقة كل لاعب فيهم عنده ادوار مركبة في لعيبة جنوب افريقيا، هنعاني. ودي كمان بتأمن لك الباكات بتوعك، يعني انت محمد هاني محمد حمدي مش هيبقوا عريانين، مش هيبقوا واقفين لوحدهم. مهند هيغطي الناحية دي ومروان هيغطي الناحية دي وحمدي فتحي في نص الملعب. وبالتالي مش هتطلب من صلاح وتريزيجيه او صلاح ومرموش ومصطفى محمد اي مهام دفاعية.
النقطة بقى الأهم إن نقطة ضغطك على منتخب جنوب أفريقيا ما تبقاش متقدمة أوي، ما تضغطش من فوق. ليه ما تضغطش من فوق أوي؟ لأن هم مميزين في تراب الكورة، لأنه يعني الميزة اللي عندهم بتراب الكورة عالية جدا، فأنت محتاج تلو بلوك، تستنى تشوف الفرقة دي عايزة تعمل إيه. وزي ما قلت لك التعادل في مباراة زي دي مش سيء خالص. فعشان نلخص بقى التشكيلة اللي أنا بتمناها: 4-3-3، حسام وياسر، هاني وحمدي، مروان، حمدي فتحي ومهند لاشين، ومع ومرموش يلعب وينج، وصلاح الوينج التاني، ومصطفى محمد مهاجم. ومعاك اوراق رابحه جدا تستغلها لما البدني بتاع جنوب افريقيا او الزهق اللي هيوصل له لعيبه جنوب افريقيا. يعني انت معاك بره هيبقى تريزيجيه واحمد سيد زيزو وامام عاشور وابراهيم عادل. معاك فرقه بالاخر لو حصل سيناريو سيء يقدروا ينزلوا يغيروا لك الماتش. اخر بقى حاجه يا صديقي العزيز، وهي توقع نتيجه المباراه. بس قبل ما اقول لك توقعي، انا عايز اشوف توقعاتك في الكومنتات. تقول لي الاول، تقيم لي، تقول لي الحلقه حلوه ولا وحشه، تقول لي الكونتنت لطيف ولا محتاجين نطور ايه بالظبط، ومحتاج من حضرتك تتوقع نتيجه المباراه. انا اتوقعها تعادل، وتعادل ايجابي. ليه بقى؟ لان منتخبنا الوطني زي ما انا قلت، كابتن حسام حسن هيبقى فيه شويه تحفظ. انا مش محتاج من المباراه دي ان انا اخسر كل حاجه. البطولات المجمعه اللي زي دي انت بتكتسب ثقتك بالماتشات. يعني طول ما انت ما بتخسرش فانت تمام، فمفيش اي حاجه تستدعي بكره انك تريسك ده. وفي نهايه الحلقه اتمنى تكون عجبتك، وما تنساش اللايك وكومنت سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. كان معكم احمد حسن.